اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين مستمعي اذاعه علشان بلدنا. معاكم خالد حسنين واولى حلقات برنامج شباب حول الرسول. في البدايه احب اعرفكم بفقرات برنامجنا. هنكون معاكم على مدار مده البرنامج، هنتكلم سوا في 3 فقرات. الفقره الاولى هي فقره من اخلاقيات الرسول، ودي هنتناول فيها خلق من اخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعرض امثله ونماذج وقصص واقعيه من واقع حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف احنا كشباب ازاي نقدر ننفذ ده في واقعنا العملي مع اختلاف العصور والظروف واسلوب الحياه. معاكم في الفقره الثانيه من برنامجنا، وهي الفقره المحببه لي انا شخصيا واللي بستمتع وانا بسردها على حضراتكم، ودي هنتناول فيها شخصيه من شباب الصحابه. وتحت كلمه شباب انا عايز احط 15 خط، لانه ممكن حد يسال هو الصحابه مش كان كلهم عواجيز؟ هو كان فيهم شباب؟ اقول لك ده معظم الصحابه كانوا شباب، والاسلام ما انتشرش الا بسواعد الشباب وبمجهودهم. لذلك معاكم في الفقره دي هنتناول الشخصيه الشابه بصوره سريعه، ونسلط الضوء على ابرز المجالات اللي تميز فيها واشهر المواقف من قصته. الفقره الثالثه ودي هتبقى فقره من اختصاصكم، انتم اكيد دلوقتي بتسالوا ازاي. انا اقول لكم الفقره دي عايزين كل واحد فينا يقول استفاد ايه من قصه الصحابي اللي احنا سردناها، وايه الدروس العمليه والخطوات. مش عايزين نقول اللي المفروض نعملها، لا ده اللي نقدر ننفذها بجد. طبعا في اول حلقه هنسرد معالم من قصه حياه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل سريع، ونبدا في الاخلاقيات ابتداء من الحلقه اللي جايه. نبدا معاكم واول فقره من اول حلقه من برنامجنا، لكن بعد الفاصل خليكم معانا. ورجعنا لكم اعزائي المستمعين على اذاعه علشان بلدنا. معاكم خالد حسنين وبرنامج شباب حول الرسول. خلونا نسرد اجمالا قصه حياه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي المفروض ان كل دقيقه فيها عايزه 12 ساعه تامل، وما يكفيهاش برامج الكون عشان ندرسها، لكن احنا بنجملها عشان نبدا نفصل من الحلقه الجايه في اخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد ولد يتيما، ماتت امه وهو في السادسه من عمره، وانتقل الى رعايه جده. بعدها فتره قليله بيموت جده عبد المطلب، وهنا بينتقل لرعايه عمه ابو طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل وهو لسه صبي في رعي الغنم، لكن بعد ما أصبح شاب بدأ يعمل في التجارة، لأنه أصبح صاحب مسؤولية. أي نعم كان عمه بيصرف عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من إحساسه بالمسؤولية حب يبعد عن عمه ويشيل العبء عنه، لذلك بدأ هو يدور على شغله ويشتغل. ومن هنا أنا أحب أقول لنفسي ولكل الشباب ازاي احنا نقدر نشعر بالمسؤولية، ومش يبقى كل حياتنا معتمدة على اشخاص. بعد ما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة وهو شاب، بدأ يتاجر بمال السيدة خديجة، وضرب اروع الامثلة في الوفاء والامانة والحرص على مال الغير. والكلام ده ترك اثر في نفس السيدة خديجة، وفكرت بعدها الزواج منه. بعد ما الامور استقرت وبقت شبه مستقرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد زواجه من السيدة خديجة كان من عادته انه بيخرج للتأمل في غار حراء، وخصوصا في شهر رمضان، بالتحديد يوم الاثنين 21 رمضان الموافق 10 أغسطس ينزل عليه سيدنا جبريل بالوحي، ويبقى من اللحظة دي يتكتب عليه انه يكون آخر رسول للبشرية وأعظم مخلوق على وجه الأرض. بعد كده كانت أدوار الدعوة ومراحلها اللي ممكن نقسمها إلى عهد الدعوة المكية وعهد الدعوة المدنية. والمكية فيها الدعوة السرية والدعوة الجهرية. الدعوة السرية خدت 3 سنين تقريبا، والدعوة المدنية خدت 10 سنين. في أثناء مرحلة الجهر بالدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض نفسه على القبائل اللي جاية عشان تحج في مكة، وعرفهم بالإسلام. والفترة دي كانت هي مصنع الرجال، مصنع الصحابة رضوان الله عليهم، اللي قدروا بعد كده ان هم يشيلوا الإسلام على كتافهم، لأنها كانت من أصعب الفترات اللي مر بيها المسلمين من تعذيب، قهر، ذل، استبعاد، تهكم، استهزاء وإقصاء، وكل أنواع الألم. يشاء الكريم عز وجل ان الرسول يقابل وفد من المدينة المنورة وعلمهم الإسلام ويقدر يقنعهم بيه، وبعدها يهاجر الرسول والصحابة للمدينة، ويبدأ في بناء أول نواة لأكبر دولة وأعظم إمبراطورية، واللي هتفضل موجودة ليوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم خاض في حياته 27 غزوة، قاتل منها بالفعل في 9 غزوات كان ليهم دور عظيم جدا في توطيد حكم الإسلام. ممكن نذكر أسمائهم إجمالا استنادا للسيرة النبوية لابن هشام. نقدر نقول إن هم كانوا غزوة بدر وأحد والخندق، وبعدهم بني قريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف.
وبعدهم بيحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وبعدين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تماما في يوم 12 ربيع أول سنة 11 هجريا، حيث يشهد العالم وفاة أفضل مخلوق على وجه الأرض وأفضل إنسان عرفته البشرية. كده نقدر نقول إن الفقرة الأولى معانا انتهت من برنامجنا. خلونا نتكلم دلوقتي في الفقرة الثانية من برنامجنا عن الصحابي الشاب. طب ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم، استنونا. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة علشان بلدنا، ومكملين معاكم خالد حسنين وبرنامج شباب حول الرسول. زي ما اتفقنا هنتكلم عن الصحابي الشاب، أول سفير في الإسلام سيدنا مصعب بن عمير، أول سفير في الإسلام. سيدنا مصعب بن عمير اسمه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. سيدنا مصعب قبل الإسلام كان من مكة، من أفضل شباب مكة حيث الجمال والنسب والعيلة واللبس. كان باباه ومامته كانوا بيحبوه جدا جدا جدا، كانت والدته بتكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة. يعني كان الرسول دايما لما يتكلم عن سيدنا مصعب يقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. بعد الإسلام بنلاقي نقطة تحول كبيرة جدا 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 في حياة سيدنا مصعب. إزاي؟ ترك حياة الطرف والرفاهية والنعيم والخدم والحشم، وبدأ يفضل حياة الزهد وترك الملذات في سبيل إنه يرفع دعوة الحق. وده في حد ذاته درس عملي ممكن كل الشباب يستفادوا منه. سيدنا مصعب أسلم فكان من السابقين الأولين في الإسلام. كان عنده من لذائذ الدنيا ونعيمها كتير جدا، بعدها تركها وعاش عيشة المؤمن الصابر الزاهد، جاع وتعذب في سبيل الله، وكل ده لسبيل إعلاء كلمة الحق. بعد بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم بيرسل سيدنا مصعب كأول سفير في الإسلام للمدينة عشان يقدر يعلم أهل المدينة كلهم الإسلام ويحفظهم القرآن. قبل كده سيدنا مصعب بن عمير هاجر للحبشة مع الصحابة في أثناء الفترة المكية، ورجع تاني من الحبشة، وبعدين أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم مع وفد المدينة. هاجر للمدينة المنورة، وقدر بفطنة وبذكاء وبحكمة يدخل الإسلام كل بيت في المدينة. كل بيت في المدينة دخلوا الإسلام. وبعدين بيرجع لمكة مع الأنصار. بعد ما رجع لمكة وحكم الإسلام توطد في مكة، جه بعد كده غزوة بدر، واللي كان سيدنا مصعب بن عمير ليه دور كبير جدا 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 فيها. وبعد غزوة بدر بيديله النبي صلى الله عليه وسلم اللواء في غزوة أحد، ويبقى هو حامل لواء المسلمين. وبيستشهد سيدنا مصعب بن عمير في غزوة أحد. في نقطة أحب أنوه عليها، إن سيدنا مصعب كان ليه السبق والفضل الأول في دخول الإسلام كل بيت في المدينة، وعلى الرغم من كده مات أو استشهد قبل ما يشوف نجاح الإسلام. في موقف جميل جدا كان من زوجة سيدنا مصعب لما عرفت بوفاته، السيدة حمنة بنت جحش زوجة سيدنا مصعب. الرسول بيقول لها: يا حمنة احتسبي. فقالت: من يا رسول الله؟ فقال لها: خالك حمزة. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله له ورحمه. فيقول لها النبي مرة أخرى: احتسبي. فقالت: من يا رسول الله؟ يقول: أخوك. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال لها للمرة الثالثة: احتسبي. فقالت: من يا رسول الله؟ قال: مصعب بن عمير. فقالت: وحزناه. يعني هي ما زعلتش على سيدنا حمزة بن عبد المطلب ولا حزنت، أو أكيد حزنت بس ما حزنتش بالدرجة اللي حزنت بيها على سيدنا مصعب. حزنت على سيدنا مصعب أكتر من سيدنا حمزة ومن أخوها. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على سيدنا مصعب وهو شهيد فيبكي، ويقول المقولة بتاعته المشهورة إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما رآش في مكة أنعم ولا أطرف من سيدنا مصعب. يجي الصحابة عشان يغطوه هو شهيد، فيغطوه ببردة، إذا غطوا بها راسه رجله تتكشف، وإذا غطوا رجله راسه بتتكشف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبكي في مشهد من أعظم المشاهد في التاريخ، وهو لحظة وفاة ودفن سيدنا مصعب. خلونا ناخد فاصل ونرجع تاني نشوف اللي ممكن نستفاده من قصة حياة سيدنا مصعب، لكن بعد الفاصل خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين بعد الفاصل. مستمعي إذاعة علشان بلدنا، معاكم خالد حسنين، ومكملين في برنامج شباب حول الرسول. اتفقنا إن احنا هنتوقف عدة وقفات مع قصة حياة سيدنا مصعب بن عمير. أولها كانت تضحية بكل الأموال والشهرة والخدم والرفاهية اللي كان فيها، وتفضيل عيشة
الزهد والتقشف، لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقدر برضو ناخد من قصة سيدنا مصعب حسن التعامل وفن التعامل مع الآخرين، فن الاتصال بالآخرين، إن هو قدر يدخل الإسلام لكل بيت في المدينة. وغير كده في أشياء كتير جدا 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 ممكن نستفادها من قصة سيدنا مصعب، لكن هنستنى الاقتراحات العملية اللي طلعنا بيها من قصة حياة سيدنا مصعب تبعتوها لنا على الجروب الخاص بالبرنامج، جروب برنامج شباب حول الرسول، عشان نقدر نسردها في الحلقة اللي بعد دي، ونشوف آرائكم إيه وإيه الاقتراحات اللي تقدروا تقدموها لنا. في النهاية أعزائي المستمعين، بدون أن نراكم في الله أحببناكم، سعدنا بكم ونتمنى أن نكون أسعدناكم. أشوفكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من برنامج شباب حول الرسول من إذاعة علشان بلدنا. كان معاكم خالد حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.